سؤالي: كيف نحمل نحن هم المصطفى صلى صلى الله عليه الله وسلم؟ عليه. شاكر. أحسنت. ذكرنا الأخ الله يبارك فيه، ما اسمك بارك الله فيه؟ شنشنة نعرفها من أخزم. ذكرنا بمحبة النبي، فلما سألنا من الأخ قال من المدينة المنورة، جيران الحبيب صلى الله عليه وسلم. ذكرنا بقصة حنين الجذع، هذه قصة واردة صحيحة بلغت حد التواتر، هكذا يا شيخ محمد، بلغت رتبة التواتر، وهي أعلى درجات الصحة في الحديث، تكون قطعية الثبوت، أي منكرها يكفر. بلغت حد التواتر هذه القصة، قصة حنين الجذع، جذع من النخل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب في يوم الجمعة يتكئ عليه فيخطب الناس وهو متكئ عليه، فلما كثر الناس اتخذ منبرا، فلما جاء يوم الجمعة ومشى خطوات وجاوز هذا الجذع، قالوا بين مكان الجذع وبين المنبر 8 أقدام. كم؟ 8 أقدام، ها؟ يعني يحس ويسمع، ما بعد كثير. لكن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عوده أن يتكئ عليه، أن يضع يده عليه. فلما جاوزه إلى المنبر وصعد على المنبر بدأ يخطب، فوجئ الصحابة بسماع أنين، أنين هكذا. ما دروا من أين يأتي هذا الصوت الأنين، البكاء. بدأ الصوت يرتفع، أنين، ارتفع إلى الحد الذي ما استطاع فيه الصحابة أن يميزوا كلام رسول الله من ارتفاع صوت الأنين. من هذا الذي يصيح؟ من أين كان الصياح؟ من الجذع، من الخشب. فلما علا صوته إلى هذا الحد توقف رسول الله وقطع الخطبة ونزل من على المنبر وأقبل على الجذع. قال الذين رووا ذلك من الصحابة: فأقبل رسول الله عليه يضمه إلى صدره. من صدق في حنينه تحنن عليه. نعم، من صدق في حنينه تحنن عليه. فضمه إلى صدره الشريف. قال الرواة من الصحابة: وأخذ رسول الله يربت عليه كما تربت الأم على رضيعها وهو يبكي، حتى بدأ يسكن 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 حتى هدأ. ثم قال له: يا جذع، أتحب أن أغرسك فتعود نخلة مثمرة إلى قيام الساعة دنيا، أو تسكن وتكون معي في الجنة؟ قال: بل معك في الجنة يا رسول الله. ما انتظر، ما فكر. ودفن في مكان بجانب محراب رسول الله يعرفه أهل المدينة، مدفن الجذع. كان الحسن البصري سيد التابعين رحمه الله إذا ذكر قصة الجذع ويبكي ويقول: يا إخواني، هذا جذع من جماد حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا تحن قلوبكم إلى رسول الله؟ يريد يذكرنا أن ذوق محبة الله مرتبط بمحبة رسول الله. ما يتأتى إنسان يصل إلى حب الله إذا ليس له ارتباط بحب رسول الله. استفتح المجلس الأستاذ أحمد بالحديث: 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله قال هنا واو، ما قال ثم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما على الإطلاق. لما؟ لأنه لا انفصال بين حب الله وحب الرسول. لماذا نحب رسول الله؟ لأنه رسول الله، فحبنا لرسول الله من حبنا لله، بل حبنا لرسول الله سلم حبنا لله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية علي، أخذتنا أنت بالأولى. والذي يصدق في حب رسول الله لابد أن يعيش الهم الذي يعيشه رسول الله، صحيح أو لا؟ يمكن أن تحب إنسان حب كبير، أبوك، أمك، أخوك، ابنك، وتراه مهموم وتضحك ما تشعر بهمه، ممكن هذا؟ والذي يحب رسول الله لابد يعيش هم رسول الله. رسول الله ما حمل هم الدنيا قط، استوى عنده وجودها وعدمها. صحابة يشتكون إليه من الجوع في يوم حفر الخندق، أيام الخندق، يكشفون عن بطونهم وعلى بطن كل منهم حجر مربوطة لتضغط على المعدة تخفف ألم الجوع، فيتبسم ويكشف عن بطنه بحجرين صلى الله عليه وسلم. ما كان للدنيا قدر عنده. إذن أين كان هم النبي؟ كان همه الذي ذكرناه في الآية: فلعلك باخع نفسك، مهلك نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أي أن همه صلى الله عليه وسلم كان في إنقاذ الخلق بربطهم بالله. على قدر حبك لرسول الله تعيش أنت هذا الهم.
يقول لك فكر في أي مكان كنت فيه، أي صديق، أي صاحب، أي إنسان لك صلة به، كيف تربط همه بالله سبحانه وتعالى، كيف تقربه بالنصيحة، بالخلق، بالهدية، بالملاطفة، بالنية، أن يكون في قلبك نية أن تربطه بالله تعالى.